ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم. هو فيديو صغنن كده بس هقول لكم طريقه عمل القطايف بدون خميره وبدون سميد، والطريقه ناجحه 100% وان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه عملتها جبت بوله كده او جبت كسرولة، حطيت فيها كوبايتين سكر، كوبايتين السكر عليهم كوبايتين ميه، وبحطهم على النار. اول ما بيبداوا يغلوا بحط عليهم عصره ليمون وكيسين فانيليا، وبسيبها على النار تغلي لمدة 10 دقايق كده. أول ما يبدأ السيرم بتاعنا يتقل شوية بنطفي عليه. هنا بقى جبت البولة دي، حطيت فيها كوبايتين دقيق، كوبايتين الدقيق حطيت عليهم معلقتين نشا، يعني كل كوباية دقيق عليها معلقة نشا، وكل كوباية دقيق عليها معلقة سكر. يبقى أنا حطيت كوبايتين دقيق، معلقتين نشا، معلقتين سكر، وحطيت حوالي معلقة صغيرة بيكنج باودر. مش هنحط خميرة خالص ولا هنحط دقيق سميد ولا هنحط أي حاجة تاني، ومعلقة ملح. يعني كوباية الدقيق بتاخد نص معلقة صغيرة بيكنج باودر بس، وكل كوباية دقيق بتاخد كوباية مية بس، وبتفضلي تربي فيهم كده لحد ما يبقوا ايه سايلين معاكي كده. بتبقى عاملة زي ايه، كأنك عاملة عصير. هي زي العصير كده تقيل، زي عصير الجوافة لما بنعمله بنحس ان هو تقيل كده شوية. بس اهم حاجة ما يكونش فيه تكتلات خالص، وايه وبتسيبيه يريح حوالي 10 دقايق وبس. طاسة على النار بتعلي عليها النار. اول ما النار معاكي سوري، اول ما الطاسة تسخن بتهدي النار وتبدأي بقى تحطي بالمغرفة بتاعتك في كوباية زي ما انتي عايزة، بس هي بتتصب معاكي كأنك بتدلقي مية بالظبط. بس هي مش تقيلة ولا اي حاجة، بس طالعة جميلة جدا جدا وطرية وما خدتش معايا اي وقت خالص. حاجة حلوة وسريعة، وطبعا احنا عاملينها عشان احنا في رمضان وجو رمضان ما ينفعش يتعدى من غير ما ناكل قطايف وكنافة. بس الكوبايتين الدقيق طلعوا على فكرة كمية كويسة. بس انا عايزة اقول لكم ان ولادي بيحبوا اي حاجة فيها عجين، يعني اي معجنات. فاول ما طلعت كده سحبوا مني وبقوا ياكلوا من غير حشو ولا اي حاجة خالص. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بجد الطريقة ناجحة 100% ومقرمشة وجميلة جدا. بس اهم حاجة لما تحمريها في الزيت لازم السيرم عندك يكون ساقع. انا طلعتها وحطيتها على سيرفيس كده عشان كان السيرم بتاعي لسه ما بردش، فكنت حاطاه في التلاجة فطلعته وبعد كده بدأت احطه ايه في السيرم. بس كده الطريقة سهلة جدا جدا، جربوها بجد هتعجبكم. طريقة ما فيهاش اي حاجة معقدة، يعني الموضوع سهل جدا وحاجة حلوة في البيت. وما تشتريهاش من بره لان كوبايتين الدقيق مش هيكلفوكي اي حاجة، والموضوع سهل وبسيط، وهتبقي واثقة من نظافة الحاجة وواثقة انتي بتعملي ايه. بس كده. المهم ان لو انتي بقى بتشوفيني لحد هنا اتمنى تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. بس واهم حاجة تحمريها كويس جدا جدا في الزيت، والزيت قبل ما تنزليها فيه لازم يكون سخن جدا وتتحمر تاخد اللون الذهبي ده عشان تديكي الشكل الحلو والطعم المقرمش في الاخر. بس هي سهلة جدا جدا وبسيطة ما فيهاش اي حاجة خالص. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بس طلعت معايا الكمية دي. وعايزه اقول لكم زي ما قلت لكم قبل كده ان ولادي كلوا نصهم اصلا وانا بعملهم، فكوبايتين الدقيق هيطلعوا لك كميه حلوه جدا. بس في السيرم بقى وتبدأي ترصيها كده. عايزة ترشي عليها جوز هند من بره براحتك خالص، والحشو برضو ممكن تحشي اي حاجة. انا حشيت جوز هند وسوداني وزبيب. احشي اي حشوة انتي تفضليها يعني. بس ولحد هنا الفيديو بتاعي خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، فيديو خفيف ولطيف كده، وقلت اتواجد معاكم عشان بقالي كام يوم ما نزلتش فيديوهات. واشوفكم على خير واقول لكم على السلامة.